اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. انا النهارده جايبه لكم وصفه بسيطه وسهله. وصفتنا النهارده ايه بقى؟ شجعتينا اللي احنا نعرف هي هتعملي ايه. هنعمل كفته الحاتي بمكونين موجودين في كل بيت. لو اعتمدتي الطريقه دي مش هتعملي غير بيها في البيت، هتعتمديها في كل كل طريقه كفته بتعمليها. دلوقتي معانا سرين مهمين قوي للكفتة. اول حاجة معايا رغيف، ولازم أن يكون بايت، ما ينفعش يكون طازة خالص عشان ما يعجنش معايا. هحطه دلوقتي كده في المية زي ما انتوا هسيبه كده يفرول معايا عشان يديني ملمس اللحمة المفرومة. هنقعه كده في مية وهركنه شوية على جنب. دلوقتي ده كيلو من اللحمة معايا، شايفينها؟ ودي برضو دهن هنفرمها عليه، كان موجود عندي في الفريزر. كيلو اللحمة بياخد بصلتين بالظبط. دول البصلتين اللي انا فرمتهم في الكبة، هنزل عليهم بنص معلقة ملح صغيرة كده، وهقلب المكونات دي. هقلب الملح هدخله فيه. الملح دي خطوة حلوة قوي، بتخلي البصل ينزل كل المية اللي فيه زي ما انتوا شايفين. وجنبي بولة تانية كده فيها مصفى، اي مصفى موجودة عندك. بصوا لو انا ضغطت عليه كده هتلاقوا، بصوا الميه بتاعته شايفين؟ صفيت ميه البصل خالص، وحطيت ميه البصل في بوله، والبصل اللي انا مصفياه ببوله تانية وهركنه دلوقتي. وهنا كان عندي قرن فلفل احمر عادي، ممكن يكون حامي زي ما تحبي. قطعته بشرته بالمبشره قطع صغيره خالص كده، بيدي تسكيره للكفته، بيخلي طعمها حلو قوي، بيخلي طعمها في حتة تانية خالص. وهنا برضو اخدت ورق الخضرة بس قطعته. مية البصل اللي احنا قلنا هنركنها على جنب، ده قرن شطة حامي لونه احمر زي ما انتوا شايفين معايا. انا بشرته وهنزل برضو هضغط عليه كده عشان عايزة المية برضو يكون فيها نفس طعم قرن الشطة. على فكرة قرن الشطة ده بيبقى مهم جدا، بيدي للكفتة نكهة حلوة قوي. هنزل عليه كده زي ما انتوا شايفين. طماطم، ده قرن فلفل حامي شايفينه؟ هفلفله كده وفرفطه بايديا، ده علشان العيش كان بايت معايا. لو كان العيش طازة كان هيعجن مننا، يبقى كتلة واحدة. ودلوقتي مية البصل وقرن الشطة اللي احنا كنا فرمينه هنزل عليه كده بالشكل ده. هضيف كل الكمية اللي معايا. زي ما انتوا شايفين هدخل برضو المكونات دي كلها ببعضها، البصل والفلفل هفر الاتنين في بعض كده زي ما انتوا شايفين معايا. دلوقتي نزلت بمعلقتين من البرغم، وهدخل برضو المكونات دي كلها ببعضها. ينفع عيش مع برغم؟ ايوه عادي، ما يجراش حاجه. الطريقه دي بتبقى حلوه قوي، عايزاكي تعمليها وتعتمديها. زي ما انتوا شايفين برغم اصلا بيدي قوام حلو قوي للكفته مع العيش برضو. دلوقتي التوابل بتاعتي بابريكا وملح وفلفل وبهارات كفتة. البابريكا بتدي لون حلو قوي، علشان لما ننزل بلون اللحمة ما تغيرش معايا، بيبقى نفس اللون بتاعها. شايفين لونها حلو قوي ما شاء الله. ودي ليا برضو موجودة عندي، هبشرها زي ما قلت لكم. انا حطيت مكان البصل اللحمه ونسبه الدهنه اللي معايا كده. ليا بقى دهنه الموجود عندك، لازم تكون اللحمه دسمه. فكره ما توقفيش نفسك على حاجه، لو ما عندكيش الكبه في مبشره بتخزني اللي في التلاجة وبتبشريها كده. اللحمه بياخد ربع كيلو من الليه زي ما انتوا شايفين معايا. انا ضربت كيلو اللحمه مع حته اللي كانت موجوده عندي. زي ما قلت لك ما توقفيش نفسك على حاجه، ما عندكيش كبه اعملي بالمبشره الرغيف زي ما انتوا شفتوا معايا. ودلوقتي بقى هنزل باللحمه كده.
وبرضو عندي عندي ربطة من الخضرة، اخدت منها الورق بس وقطعته كده قطع صغيرة خالص، وهدخل بقى المكونات دي كلها ببعضها. صلى على الرسول بقى، ما تسرحوش مني. السر الكفتة بقى اللي انا قلت لكم حاجتين، هو الرغيف العيش البايت والمخرطة. لو ما عندكيش كبة ضيفي المخرطة. مخرطة ينفع احط على الكفتة مخرطة، مخرطة الملوخية عادي، رايحة جاية بيها كده شمال ويمين، هتبقى تديكوا قوام حلو قوي. هما دول يا جماعة السرين بتوع الكفتة اللي بتظبط معاكي. بس انا كان عندي الكبة، ما توقفيش نفسك على حاجة، انا بقول لكم البدايل عندك اعملي بيها، ما عندكيش عادي المخرطة ما فيهاش اي مشكلة. احنا مش طول عمرنا بالكبة يعني، انا عارفة ان انتوا كلكم شطار. زي ما انتوا شايفين القوام معايا، بصوا متماسك وحلو ازاي، هشش حلو قوي. ودلوقتي جبت صينيه، جبت قارب زي ما انتوا شايفين معايا، اي صينيه موجوده عندك اي قارب، وهنزل عليها بورقه الالومنيوم كده. على فكره الكفته ليها طريقتين، ممكن تعمليها بنفس الطريقه اللي انا بعملها معاكم دي، وبرده ممكن تصبعيها وتحطيها على الشبكه وتاخد لون شويه، وبعد كده تنزلي بكوبايه ميه على الصاجه بتاعه البوتاجاز. بس انا كنت قصده ان انا احط الكفته في صينيه علشان المخرطه، زي ما قلت لكم لو ما عندكيش كبه حطيها في صينيه ورايحه جايه عليها كده بالمخرطه. ودلوقتي حطيتها في بوله كبيره، وزي ما انتوا شايفين دي ميه البصل، وهنزل عليها برشه من الزيت بسيطه خالص تديها لمعه برضو. بسيطه خالص. وده سيخ عندي بتاع الكفته، ما عندكيش السيخ عندك المسن بتاع الكفته مفيش اي مشكله، ما عندكيش المسن عندك خله، ما عندكيش خله خالص، عندك المقوره العاديه بتاعت المحشي بتاعتنا. ما توقفيش نفسك على حاجه، معاكي كذا حاجه ممكن تعملي بيها. زي ما انتوا شايفين حطيت القارب وحطيت فيه ورقه الفويل. زي ما انتوا شايفين انا ضفت شبكه على القارب، ومسكت ميه البصل كده رايحه جايه عليها كده، وهمسك بقى من الكفته كده. شايفين السيخ ده كان موجود عندي، دهنته كده حبه ميه من البصل رايحه جايه كده. معلش بقى بجد الاضاءه، اللون الكفته حلوه قوي بجد، الاضاءه اللي ظلماها. زي ما انتوا شايفين بقى كبير كده، خفيش مش هتكش معاكي ولا حاجه. ولو كشت انت عاملاها كبيره علشان حتى لو كشت. زي ما انتوا شايفين، معلش الاضاءة بس، والله يا جماعة بجد الاضاءة هي اللي ظالمة اللون. زي ما انتوا شايفين كده. معلش بقى انا اللي بصور نفسي علشان حتى لو انا اللي مش باينة ايديا كلها او حاجة. حاتي ولا مش حاتي يا جماعة؟ تسرحوش مني، صلوا على الرسول. وهوبا بقى خلصنا كيلو الكفتة وصبعناه. شايفين يا جماعة انا اللي عاملاه كبير كده، انا اللي قصده اللي انا اعمله كبير كده، ولسه كمان معايا باقي منها. شايفين الشكل، شايفين مفرغه ازاي، شايفين حلوة قوي. لازما يكون الفرن مولعاه من قبليه علشان ما تنشفش معانا. 7 صنايع يا اخواتي، خلاص بقى انا اعتمدت شغلتي خلاص. ودلوقتي بقى هدخلها الفرن. يا جماعة الكفتة وهي في الفرن بصوا مفيش ولا اي حاجة وقعت من على الشبكة ولا حاجة، زي ما انتوا شايفين معايا. ومية البصل اللي كانت معانا، شايفين الخطوة دي حلوة قوي. يا لو كنتوا معايا وشامين الريحة، يا سيدي على الريحة وعلى جمال الريحة. دلوقتي جبت طبق وحطيت فيه خضرة وبطلع فيه الكفتة. زي ما انتوا شايفين شكلها حلو قوي، وقوامها احلى واحلى، وريحتها تحفة. زي ما انتوا
انتوا شايفين بطلعه من على الشبكة كده، مش لازق ولا حاجة زي ما انتوا شايفين معايا، وبضيفه في الطبق اللي عليه خضرة. الطريقة دي حلوة قوي، عايزاكم تجربوها. جمال الكفتة معايا طلعة حلوة قوي وهشة، ولا ريحتها اللي قلبة الدنيا. ودلوقتي بقى هنجيب الطاجن بتاعنا الحلو قوي ده، هنحطه في النص كده. كفتة حاتي ولا مش حاتي يا جماعة؟ شايفين المنظر ولا الريحة؟ بقى ضفت دلوقتي الفحمية، كنت قايداها على النار، ودلوقتي بقى هكرم الكفتة كلها كده، هغطيها. دلوقتي بقى نعمل الطحينة البيضة معانا. لو ما بتظبطش معاكي من الطريقة دي صدقيني هتظبط معاكي بكل تكاتها وحركاتها. اولى وهنزل عليها بالطحينة كده زي ما انتوا شايفين معايا. نزلت بالطحينة في البولة، هنزل بنقطتين من المية السخنة، ونقلب جامد خالص لحد ما تبقى شبه الرمل معايا كده. لحد القوام بتاعها بصوا شايفين بقت شبه الرمل معايا كده، كلها بقت قوام واحد. دلوقتي بقى هنزل بالمية بالتدريج، هخففها مش هنزل بيها كلها لحد ما اشوف السمك بتاع الطحينة معايا. معلش انتوا شايفين قعدت اقلب فيها لحد ما اخدت معايا القوام ده. دلوقتي بقى هنزل بفص الثوم مهروس، رشة من الملح بسيطة، رشة من الكمون بسيطة برضو، رشة من الشطة بسيطة، الشطة برضو اختياري، وهنزل بعصير ليمون كده. طريقة الطحينة دي حلوة قوي، دي الطريقة بتاعتي المعتمدة. في ناس بتحب تضيف لها زبادي برضو، مفيش اي مشكلة، بيبقى طعمها حلو برضو. هضيف الطحينة في البولة، شايفين القوام بتاعها حلوة قوي ازاي. طريقة سهلة وبسيطة، ما اخدتش مننا حاجة، المكونات كلها في البيت، يا دوب بس جبت الطحينة من بره. ده كان شكل اكلنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. شايفين الكفتة هشة معايا حلوة قوي ازاي، ما اخدتش مننا حاجة. شايفين المنظر بصوا من جوه حلوة قوي ازاي، واللي ومخرمه معانا من النص وحشه وحلوه قوي. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وحاجات بسيطه وسهله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد من فيديوهاتي. انا بعمل الحاجات دي للبنات اللي لسه مبتدئه، وانا عارفه ان انتوا كلكم شطار. باي يا حبايب قلبي.